ايه ازيكم يا اصدقاء، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده ميعادنا مع واحده من المنهوات الحماسيه. بس في البدايه مش تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. حابب اشكر كل الناس اللي بتدعمني وبتعلق ليا في الفيديوهات. وقبل ما نبدا على طول لازم نصلي على الرسول. بتبدا المنهوه بتاعتنا في العصر البدائي، وزمان الناس كانت عايشه حياه قاسيه جدا، واللبس بتاعهم بالكب كان بيغطي جسمهم، والجوع ما كانش بيسيب حد في حاله، لان اغلب القبائل في الوقت ده كانت لسه بتاكل اللحوم النية، وكمان بتمضغ العشب البري عشان تقدر تكمل يومها. لكن أنا قدرت إن أنا أخلي قبيلتي تشرب شوربة سخنة، وكمان تاكل لحمة مشوية بطعم خرافي، وحتى كمان بقى عندنا رز أبيض وكمان أسلحة متطورة كأنها جاية من المستقبل. والسبب كله إن رجعت للعصر ده بعقلية وخبرة جندي قوات خاصة من الزمن الحديث، لأن في حياتي السابقة كنت عبارة عن واحد من عنصر النخبة في القوات الخاصة، واسمي الكودي كان اسمي كاي. وأثناء المطاردة مع مجرمين عند الحدود وقعت من فوق جرف صخري ضخم، وكنت فاكر ان حياتي انتهت خلاص. لكن لما فتحت عيني لقيت نفسي موجود في مكان غريب تماما. حوالين مني ستات لابسين جلود حيوانات وبيتكلموا بلغه مش مفهومه. وقبل ما استوعب اي حاجه حسيت بألم رهيب جدا في رجلي. وبخبرتي في الحياه البريه فهمت بسرعه ان دي عباره عن لدغه تعبان. ومن غير تردد مسكت سكين حجري قريب مني وفتحت الجرح بسرعه، وبعدها سخنت غصن شجر وبالنار قدرت ان اضغط على مكان اللدغه. اما الالم فكان ساعتها لا يوصف، وصرخت بكل قوتي، والكلام ده كله قبل ما اقع على الارض وانا فاقد للوعي. وكان عندي امل ساعتها ان الحراره تقدر توقف السم قبل ما ينتشر في جسمي. وبعد ليله كامله بين الحياه والموت صحيت تاني يوم اللي بعده وانا سليم. واول حاجه عملتها اني خطفت قطعه لحم ناشفه من ايد واحده من الستات واكلتها بسرعه جنونيه. كنت جعان جدا، وبعد ما خلصتها فضلت اطلب اكل تاني باشارات هستيريه، لكن الرد كان واضح: مفيش اكل اضافي. والقبيله كلها كانت صغيره، حوالي 50 شخص بس، والاكل عندهم كان محدود جدا، وخصوصا ان خلاص الشتاء قرب، وكل واحد فيهم لازم يوفر لنفسه الخبز اللي يقدر يعيش بيه، والاولويه كانت للاشخاص اللي بيشتغلوا ويصطادوا. اما انا فكنت مجرد عبء جديد عليهم. ومع برودة الطقس اللي كانت بتزيد كل يوم بدات افكر ازاي اوفر مصدر اكل ثابت للشتاء. وبعد تفكير طويل وصلت لاسهل حل وهو السمك. وكان في نهر ميه قريب جدا من الكهف، لكن الغريب ان القبيله دي ما كانتش بتاكل السمك اصلا، وبالتالي ما عندهمش اي ادوات صيد من الاساس. وهنا بدات اشتغل، جمعت شويه حبال نباتيه ومعاهم اعشاب طويله، وبدات ان اعمل فخ بسيط يشبه السله. والاطفال اتجمعوا حوالين مني بيتفرجوا باستغراب، وكاني عباره عن ساحر بيعمل طقوس غريبه. وفي نفس الوقت كانت بعض الستات بتنشر الاعشاب تحت الشمس عشان تنشفها. وفجاه حصل دوشه وصريخ مرعب جدا قطع الهدوء اللي احنا كنا عايشين فيه. وزعيم القبيله كان هو اللي جاي باقصى سرعه ومعاه اتنين من الرجاله، وكل واحد فيهم كان شايل بيضه ضخمه. ورا منهم مباشره وحش مرعب طوله اكتر من 3 متر، عباره عن طائر ضخم ومفترس بيطلق صرخات تخوف اي حد بيسمعها. وحاولت اصرخ فيهم عشان يرموا البيض للطائر، لكن محدش فيهم فهم كلامي. والزعيم رفض انه يسيب البيضه، والطائر رفض انه يسيب الزعيم. وفي ثواني الوحش لحقه، وضربه واحده بس من الوحش كانت كفيله انها تقضي على الزعيم فورا. والراجلين التانيين اترعبوا لما شافوا المنظر، وفرموا البيض وطلعوا يجروا فوق الشجر عشان يستخبوا. اما الاطفال اللي كانوا جنبي فبدأوا يصرخوا بخوف. والطائر اول ما فقد هدفه بص للكهف واندفع ناحيه الاطفال. وانا ساعتها جريت بسرعه ودخلت الاطفال اللي جوه الكهف عشان اضمن سلامتهم. والستات بيدحرجوا صخره ضخمه جدا عشان تقفل مدخل الكهف. وهنا الوحش حاول انه يدخل لكن فشل، فلف ناحيه جثه الزعيم وبدأ انه يلتهم فيها. في اللحظه دي عرفت ان الوحش ده لازم يتقضي عليه، لانه بمجرد ما داق لحم البشر وكمان عرف مكان القبيله عمره ما هيسيبنا عايشين في سلام. والمشكله دلوقتي ان ما كانش معايا في ايدي اي سلاح، ومواجهه مباشره كانت عباره عن انتحار معاه. لكن انا وانا ببص على رجلي الطويله جات لي فكره عبقريه. قدرت ان اجمع صخرتين بحجم قبضه الايد، وفكيت حزام من جلد التعبان اللي كنت لافه حوالين جسمي، وربطت حجر في كل طرف، وعملت سلاح بدائي اسمه البولا. وطلعت بهدوء من فتحه صغيره في الكهف. والناس بصت لي وكاني رايح عشان اموت بارادتي، ومحدش فيهم قدر يمنعني. كانوا خايفين جدا من جذب الوحش ليا، لكني استخبيت وسط الاعشاب وبدات اتحرك ببطء لحد ما قربت من الوحش. كان مشغول بالاكل ومش حاسس ان في حد بيطارده. ومسكت الحبل من النص وبدات الفه بسرعه رهيبه، والحجرين بيلفوا حوالين بعض بقوه، وصوتهم كان مفزع جدا. اما الوحش فرفع راسه وبدا يصرخ، وبعدها اندفع ناحيتي بسرعه مرعبه. والناس عند الكهف كلهم كانوا بيصرخوا بخوف، لكن انا كنت واقف ثابت تماما في مكاني. ولما قرب لمسافه مناسبه مني رميت السلاح، وبدأ الصخرتين يلفوا حوالين رجليه الطويلة. وفجأة الطائر فقد توازنه ووقع بعنف على الأرض، وجناحاته الصغيرة كانت بتخبط بجنون، لكنه مش كان قادر يقف. أما القبيلة كلها اتجمدت من الصدمة،
وساعتها ناديت على الطفلين عشان يساعدوني ويمسكوا رقبة الوحش، وبعدها رفعت صخرة ضخمة جدا ونزلت بيها على راسه بكل قوتي، والدم انفجر في كل الاتجاهات. وبعد لحظات الوحش بطل يتحرك نهائي، والطفلين بصوا ليا وكأني عبارة عن كائن أسطوري، وفكيت جلد التعبان من على رجله وربطته حوالين جسمي مرة تانية. وبعدها طلبت منهم إنهم يساعدوني نسحب الجثة للكهف. وأول ما الناس شافونا راجعين ومعانا الوحش الضخم، الكل خرج يجري وهو بيصرخ من الفرحة. حتى الراجلين اللي كانوا هربوا من فوق الأشجار نزلوا هما مش مصدقين اللي حصل، لأن دي كانت أول مرة القبيلة تصطاد فيها فريسة بالحجم ده. وبعد ما رجعنا طلبت من الستات إنهم يحتفظوا بالريش، لأن كان عندي استخدامات تانية ليه. وبعد كده رجعت تاني عشان أكمل النسيج بتاع السلال اللي كنت قاعد بعمله قبلها. وبعد ساعة قدرت إن أخلص سلتين كبار، وحطيت فيهم أحشاء الوحش اللي إحنا كنا لسه مصطادينه، واتجهت ناحية نهر المية. في واحدة من الستات قررت إنها تيجي معايا، وكمان من بعدها الطفلين اللي بقوا بيتبعوني في كل مكان. ولما وصلت للنهر اتصدمت، لأن المياه كانت نقية جدا والأسماك في كل مكان. والأسوأ إن في سمك ضخم جدا بياكل السمك الصغير قدامي. وحطيت السلة في المية وربطتها بحبل عشبي، وريحة الأحشاء انتشرت بسرعة في المكان. وخلال ثواني الأسماك كانت دخلت السلة عشان تتخانق على الأكل، وأنا سحبت السلة بسرعة ولقيت حوالي 4 سمكات ضخام جدا جواها. والست اللي كانت معاه ومعاها الأطفال كانوا مبهورين جدا باللي شافوه، وبالنسبة ليهم اللي أنا بعمله ده حرفيا عبارة عن سحر. وبدأت بعد كده أنضف السمك وآكل قطع نية قدامهم. وبعد شوية هما كمان جم جربوا، وهنا عيون الست بتلمع لما بتدوق طعم السمك وتعرف إنه مصدر جيد للأكل. لكن بدل ما أخليهم يصطادوا قسمت المهام عليهم، واحدة تنضف السمك والطفلين يعلقوا السمك في العيدان، وأنا بوظيفتي أكمل صيد السمك. ومع مرور الوقت الأسماك بدأت تتجمع أكتر وأكتر، وبقى الموضوع بالنسبة لنا سهل جدا، ومجرد غطسة بالسلة بتقدر إنها تطلع لي كمية محترمة جدا من السمك. واشتغلنا طول اليوم، وفي النهاية اصطدنا أكتر من 200 سمكة، بعضهم وزنه بيقرب من حوالي 10 كيلو. والحمولة كانت ضخمة جدا لدرجة إن إحنا اضطرينا نبعت أطفال يجيبوا ناس تساعدنا. ولما رجعنا للقبيلة الكل اتصدم من الكمية الهائلة اللي شافوها، والصيادين اللي رجعوا كان معاهم أرانب ودجاج بري، حس إن هما ما عملوش أي حاجة بالمقارنة باللي إحنا جبناه. وفي الوقت ده حزنهم على موت الزعيم اختفى بسرعة أول ما شافوا الأكل. وفي الليل بيتجمع أفراد القبيلة كلهم قدام الكهف، وجثة الزعيم اتحطت في كومة خشب ضخمة، وكان في راجل عجوز لابس قرون كبش أشعل النار، والنار ارتفعت بشكل عالي، والناس كانت بتبص للنار بهدوء غريب. أما الأطفال فكانوا مشغولين ومركزين مع ريحة اللحمة المشوية بدل ما يحزنوا على الزعيم بتاعهم. وأنا ساعتها استغليت اللحظة اللي براقب فيها القبيلة، وكان عددهم حوالي 52 شخص، 8 رجالة بالغين و15 ست. أما باقي القبيلة فكانت عبارة عن أطفال. والعجوز اللي ولع النار كان عبارة عن حكيم القبيلة، لأنهم كانوا شايفينه الأكبر والأذكى. لكن واضح إن مكانته بدأت تهتز عندهم، لأن الكل بقى بيبص لنا بإعجاب وبثقة. وكان في راجل عنده 6 صوابع بيستخدم عصاية خشبية طول الوقت، كان شكله عقله على قده جدا بسبب جواز القرايب. وكان جنبه واقف راجل لابس عقدة مصنوع من الريش، وكان باين عليه إن عنده مكانة خاصة وسط القبيلة. والراجل اللي كان لابس عقدة من الريش ده شكله كان أذكى شوية من الباقيين، لكنه زي صاحب ال6 صوابع بالظبط بيعتمد على عصاية خشبية كسلاح. ورا منه بشكل مباشر كان في راجل اسمه ستون لابس عقدة مصنوع من العظام، وبيستخدم الحجارة كعبارة عن أسلحة بيرمي بيها الأعداء. وبعد شوية وقف شاب عنده حوالي 15 سنة، ودنه الشمال كانت مقطوعة ووشه عليه 4 ندبات طويلة، وسلاحه كان عبارة عن رمح معمول من عظمة رجل مستقيمة. وجنب منه كان واقف شاب تاني عمره حوالي 17 سنة، كان اسمه فانج، وده أبوه كان عبارة عن زعيم القبيلة من جيلين فاتوا، وكان ماسك نابين طويلين لنمر سيف الأسنان، وكانهم عبارة عن خناجر في إيده. أما أوكس فكان أضخم راجل في القبيلة كلها، جسمه ضخم وقوته مرعبة، وسلاحه كان عبارة عن عظمة ساق كبيرة بيضرب بيها أي حد قدامه. وفي الآخر كان في فلينت عبارة عن راجل كبير شوية بيمشي بعصاية، ومبقاش يشارك خلاص في الصيد، بقى شغله كله إن يحدد الطرق ويراقب المكان. وأكتر حاجة كان بيحبها في الوقت ده إنه يسن الأدوات الحجرية، وكان حلم حياته إنه قبل ما يموت يقدر يصنع طبق حجري كامل بإيده. وبشكل عام أقوى 3 مقاتلين في القبيلة كانوا عبارة عن سكار وفانج وأوكس. وبعد ما انتهت مراسم حرق الزعيم الليل نزل على المكان، والجميع دخل الكهف بقيادة العجوز صاحب القرون عشان يقدروا يوزعوا الأكل. وبما إن محدش أكل السمك قبل كده فاليوم كان استثنائي، أنا اللي بدأت توزيع الطعام، وأخدت سمكة كنت شويتها قبل كده ووريتهم إزاي ياكلوها ويطلعوا الشوك منها، والكل فعلا بدأ يقلدني. ومع أول لقمة كلوها من السمك وشوشهم اتغيرت تماما، واضح إن عمرهم ما دقوا حاجة بالطعم ده. ومع الوقت الجو كله اتحول لاحتفال، والناس بدأت تضحك وترقص وهم بياكلوا. والأول مرة من ساعة ما جيت المكان ده حسيت بإحساس شبه البيت. في اللحظة دي وعدت نفسي إني أخلي القبيلة دي تعيش أفضل أيام حياتها.
وبعد الأكل العجوز صاحب القرون مسك عصاية متفحمة وبدأ يرسم على جدار الكهف مشهد صيد السمك. وبالنسبة ليهم اللي عملته ده كان عبارة عن حدث يستحق التخليد، لأن عمرهم ما شافوا حاجة زي دي قبل كده. وفي نفس الوقت بدأت أعلم الستات إزاي يعملوا السلال زي ما أنا عملت، لكن أنا بعد كده عدلت الموضوع وضفت حبلين كمان للحقائب عشان تتلبس على ظهرهم. ومن دلوقتي مش هيحتاجوا يشيلوا الفاكهة والجلوب بإيديهم مرة تانية، وده هيضاعف كمية أي حاجة بتتشال معاهم. وبدأ الستات فعلا يحبوا الاختراع الجديد جدا، وكل واحدة كانت بتجرب الحقيبة، مش كانت عايزة تقلعها. في النهاية اتفقوا انهم كلهم بكرة هيجمعوا نباتات اكتر عشان يعملوا حقائب خاصة بيهم. وكنوع من انواع الشكر ليا اختاروا جلدين غزال وادوهم لي هدية. ومن اللحظة دي بقيت اول طفل في القبيلة يلبس جلد حيوان بشكل كامل. لكن انا ما كنتش اناني واحتفظت بجلد واحد فقط واديت التاني لامهات الاطفال الصغيرين عشان يقدروا يعملوا هدوم لاولادهم. والاطفال في العالم البدائي ده مناعتهم كانت ضعيفة جدا، ونزلة برد بسيطة كانت ممكن تنهي على حياتهم. وعشان كده جلد غزال واحد كان ممكن ينقذ روح كاملة. وكنت متأكد إن الناس دي لو احتجتهم يوم مش هيسيبوني أكيد لوحدي. وفي صباح اليوم التاني صحيت بدري وعملت شوية تدريبات عسكرية خفيفة، وبعدها بدأت أحس بالعطش. لكن أول ما بصيت لحوض الحجر اللي كان كله واقف بيشرب منه ما قدرتش أقرب له. واضح إن لازم أبدأ أعمل أواني لحفظ المية. وبعد شوية أفراد القبيلة خرجوا من الكهف وهم بيتكلموا بصوت عالي. لكن الغريب إن محدش راح للصيد النهاردة، والعجوز بيجمع كل الرجال قدام الكهف، وكان واضح إنهم هيختاروا زعيم جديد. وفهمت فورا إن لو عايز أغير القبيلة فعلا لازم أبقى أنا الزعيم. وطريقة الاختيار كانت بدائية ووحشية جدا. لازم اتنين يتقاتلوا بأيديهم من غير أسلحة، والأقوى فيهم هيبقى هو الزعيم. واحد ورا التاني الرجالة بدأت تقع لحد ما فضل أوكسي وسكار في النهاية. وأنا بتفرج عليهم هزيت راسي بيأس. ما عندهمش أي تقنيات للقتال، مجرد قوة غبية وخلاص. وأوكسي بطوله الضخم كان عامل زي برج حديدي، وسكار كان محتار يهاجمه ازاي، لكنه صرخ وانطلق ناحيته. لكن أول مرة أوكس مسكه من كتافه ورماه كأنه عبارة عن لعبة، وسكار وقع على الأرض بعنف وما قدرش إنه يقوم بسرعة. أما أوكسي فبدأ يخبطه على صدره بفخر، والقبيلة كلها كانت بتصرخ بحماس وهي بتعلن موافقتها على الزعيم الجديد. في اللحظة دي أنا طلعت قدامه والجميع بيتفاجئ، وأوكس بصلي باستهزاء لأن بالنسبة له أنا مجرد طفل ما يوصلش حتى لصدره. لكن الأطفال بدأوا يشجعوني ويصرخوا باسمي، وقفت في وضعية القتال الحقيقية، وبدون تردد انطلقت ناحيته. في اللحظة المناسبة حطيت رجلي الشمال على فخده وقفزت الأعلى، وبعدها برجليا ضربته بكل قوتي في بقه. وبعد ثانية واحدة بس أوكس وقع على الأرض بشكل مباشر، والقبيلة كلها اتجمدت من الصدمة. أقوى محارب عندهم وقع بضربة واحدة بس من طفل قدامه. وهنا حكيم القبيلة الراجل العجوز صاحب القرون بدأت عينيه تلمع بحماس غريب. كان حاسس إن القبيلة كلها ممكن تدخل عصر جديد بسببي. وقبل ما حتى يعلن النتيجة الناس شالوني فوق كتافهم وبدأ إنهم يرموني في الهواء وبيحتفلوا بالزعيم الجديد. وفي خلال يومين بس جبت للقبيلة معجزات أكتر ما شافوها طول حياتهم. لكن أوكسي ما كانش مقتنع بخسارته، وفجأة اندفع ناحيتي مرة تانية وسط صرخات من الناس بتزعله على اللي هو عايز يعمله. ونزلت بسرعة على الأرض، وأول ما وصلت مسكت صباعين من إيده وسحبته بعنف، وبعدها لفيت ورا منه وضربته مرة تانية من ظهره. وأوكس وقع بوشه على الأرض وهو بيصرخ من الألم، وكل ما كان بيحاول يتحرك الألم بيزيد أكتر. وفي أقل من دقيقتين الراجل العملاق ده بقى يترجاني إني أسيبه، ودموعه بقى نازلين على وشه. وفي النهاية سبته ونفضت إيديا ودخلت الكهف بهدوء. أما الناس اللي في الخارج كلهم انفجروا بالهتاف مرة تانية، والأطفال كانوا مبسوطين جدا لأن أول مرة يشوفوا في حياتهم طفل بيهزم رجل بالغ. والستات ساعتها بدأوا يتكلموا عن أماكن النباتات اللي يقدروا يجيبوا منها خامات أكتر للحقائب. أما العجوز فكان واقف بيبص للكهف وهو شارد الذهن وكأنه بيفكر في المستقبل. وبعد لحظات خرجت قدامهم بشكل جديد تماما. كنت لابس جلد غزال بسيط وشعري الأسود مربوط بشريط مصنوع من جلد التعبان، ومظهري بقى مرتب وحاد وقوي. وده كان مقصود مني. تصفيف الشعر بالشكل ده كان رمز قديم للحضارة الزراعية، لأن الشعر الطويل كان بيعطل الناس أثناء الشغل. وقدام نظرات الإعجاب بتاعت القبيلة بدأت ساعتها إن أشوف شغلي كقائد وأوزع مهام اليوم عليهم. وأول حاجة عملتها إن نظمت فريق عشان يجمع الطعام من جديد. كان عندنا 15 ست بالغة، لكن للأسف كان في 6 منهم حوامل، فخليتهم يقعدوا في الكهف ويهتموا بالأطفال الصغيرين. أما التسعة الباقيين فبسبب الحقائب الجديدة بقوا يقدروا إنهم يدافعوا عن نفسهم بحاسة بسيطة، وما بقوش محتاجين خلاص لفلنت عشان يحرسهم. أما الأطفال الأكبر سنا طلبت منهم يجمعوا الأعشاب، والست واحدة أخدتها مع طفلين عشان يصطادوا السمك عند النهر. ودلوقتي كل واحد فيهم بقى عنده شغله ما عدا فلنت اللي كان شكله قاعد حزين لأنه حس إنه خلاص ما بقالوش قيمة. لكن أنا كان عندي خطة ليه في المستقبل. كنت ناوي أخليه يصنع الفخار، لكن الموضوع كان محتاج تجهيزات كتير. فمؤقتا
خليته يهتم بتدخين السمك اللي اصطادناه كان لسه طري ومن غير ملح هيفصل بسرعة، لكن التدخين ممكن يحافظ عليه سنين. وعلمته الطريقة، وبعدها بدأت إن أشتغل على مشروع جديد. وقدام الكهف حفرت حفرة كبيرة جدا لبناء فرن فخار بدائي. والفرن ده كان مكون من 3 طبقات: تحت للهواء والرماد، والوسط للحطب، وفوق للأواني الفخارية. وبعد ساعات طويلة من الشغل الفرن خلص أخيرا، لكنه كان لازم ينشف الأول. وناديت على الطفلين وخليتهم يولعوا نار خفيفة جوه الفرن عشان يجهز للاستخدام. وبعدها رحت للنهر عشان أدور على طين مناسب. ولما لقيته بدأت أعجنه وأشكله فوق حجر أملس. وبعد شوية أول جرة مية صغيرة كانت جاهزة قدامي. وبنفس الطريقة قدرت إن أصنع جرار تانية، وكمان عملت أواني طبخ وعشرات الأطباق والأوعية الصغيرة. وما كانش مهم شكلهم وقتها، لكن المهم عندي إنه كانوا يشتغلوا بالشكل الصحيح. وقبل غروب الشمس بشوية دخلت القطع دي كلها للفرن. وفلينت والطفلين كانوا واقفين يتفرجوا بانبهار، لأن عمرهم ما شافوا حد بيصنع أواني من الطين. وفضلت طول الليل جنب النار أضيف حطب وراقب الفرن. وفي الوقت ده فرق الصيد والجمع رجعت تاني، والستات رجعوا بحقائب مليانة فاكهة، وكمان كان معاهم أعشاب. والرجالة جابوا طيور ضخمة وبيض وحيوانات صغيرة. ومع وجود أكتر من 100 سمكة من الصيد النهاردة، القبيلة أخيرا بقى عندها مخزون أكل محترم. والأول مرة حسيت إن إحنا فعلا بدأنا نبني حضارة جديدة من الصفر. وبروح بعد كده لليوم التاني، والكل كان واقف في الصباح مستني لحظة فتح الفرن بفارغ الصبر. وبعد يوم كامل من الشغل والتعب، أفراد القبيلة كانوا كلهم مراهقين جدا، لكن بالرغم من كده كل وشوشهم كانت مليانة سعادة، لأن الأول مرة من زمن طويل محدش فيهم نام وهو جعان. واللي أهم من كل ده إني قدرت أحول الطيور الكبيرة اللي هم اصطادوها لأكلة خرافية من اللحمة المشوية. وكل ده داخل الفخار اللي أنا عملته، حاجة طعمها خرافي عمرهم ما دقوا زيها. لكن أنا بصراحة ما كنتش مستمتع بالأكل زيهم. الأكل كان دايما ناقصه حاجة أهم، وهي الملح. الكمية اللي كانت عندهم كانت قليلة جدا، عبارة عن شوية حبات خشنة من الملح بالعافية تقدر تحس بطعمها. وعرفت إنهم جابوها زمان عن طريق تبادل مع قبائل تانية. وهنا بدأت أفكر، هو ممكن أبادل الفخار اللي أنا صنعته مقابل ملح أكتر؟ وبعد الأكل الستات رجعوا عشان ينسجوا الحقائب بحماس، لأنهم كانوا بالفعل اكتشفوا قد إيه الحاجات دي مفيدة جدا. وبالرغم إن عدد اللي خرجوا للجامعة كان أقل من المعتاد، إلا إن المحصول كان أكبر بكتير. وكل ده بفضل الحقائب الجديدة. وأنا وزعت كل الجلود بتاعت الحيوانات اللي عندنا، وبقى الأطفال الصغيرين يناموا تحت مع بعض بدل ما يتجمدوا من البرد. وفي صباح اليوم اللي بعده جريت فورا ناحية الفرن عشان أشوف النتيجة. وفلينت كان جاي يجري مع العجوز صاحب القرون، وهو بيتكلم بحماس وبتوتر. حتى أنا كنت ذات نفسي متوتر، لأن خطة تبادل الملح وحلمي بالشوربة الحقيقية خلاص كله معتمد على نجاح الفخار. وقفت قدام الفرن وكأني هفتح كنز أسطوري. وبعدها شلت الغطا الترابي وبصيت لجوه، وفجأة ابتسمت. كل الأواني خرجت بلون أحمر جميل، وسطحهم كان ناعم بشكل غريب كأنها مطلية. وفلينت خطف واحدة من الأوعية بسرعة وبدأ يلمسها بانبهار. وبعدها جري ناحية الكهف، وبعد دقايق رجع وهو شايل وعاء مليان مية وبيصرخ من الفرحة قدام القبيلة بتاعته كلها. كان الفخار ده عبارة عن إنجاز بالنسبة لهم. أما أنا ففضلت أطلع باقي القطع بهدوء، وكانوا عبارة عن 4 أواني طبخ و4 جرار من المية. خرجوا كلهم بشكل مثالي من غير أي شقوق ولا حتى كسر. أما معالق الفخار فدي اللي سببت لي إحباط، فمعظمهم فشل واتسابوا مع بعض بسبب الحرارة، ونجا منهم معلقتين بس. ومن أكتر من 20 طبق فخار حوالي 12 فقط بس هم اللي طلعوا صالحين للاستخدام. وقطعة ورا قطعة الفخار كان بيطلع من الفرن، والقبيلة كلها كانت واقفة مصدومة. أما فانج وأوكس كانوا أسرع ناس، كل واحد فيهم بيخطف جرة مية ويجري بيها للنهر، وبعد شوية بيرجعوا بيها وهي مليانة مية. والعجوز صاحب القرون كان مبسوط جدا، لكنه حاول انه يحافظ على هدوءه، وشاور ناحية الأواني وسألني بإشارته إزاي عملت الحاجات دي. وقبل ما حد يرد الطفلين اللي ساعدوني في الصيد بدأ يحكوا بحماس عن كل اللي شافوه معايا. لكن في اللحظة دي اللي كان شاغل لي بالي هو عبارة عن الملح. وسألت العجوز لو نقدر نبادل الفخار مقابل الملح. فجأة بصلي كأن طفل هبل بيرمي كنز بإيده، وبدأ يشاور على الأواني وكمان على أفراد القبيلة وبيحاول يشرح لي قد إيه الحاجات دي غالية جدا. ولما فهمت قصده اتصدمت. طبق فخار واحد بس ممكن يتبادل مقابل ولد شبه بالغ أو بنتين. أما جرار المية وأواني الطبخ فقيمتهم أعلى بكتير. في العالم البدائي ده أواني حفظ المية كانت نادرة جدا، وبعض الناس بيقضوا عمرهم كله وهم بيحاولوا إنهم ينحتوا طبق من الحجر. وعشان كده بعض القبائل كانت مستعدة إنها تبادل البشر مقابل الأواني، مش ملح بس. وبالنسبة لهم الناس كانت عبارة عن عبء، لأنها عبارة عن ناس بتاكل وبس. لكن أنا كنت شايف كل شخص معانا عبارة عن قوة أكبر وصيد أكتر، وكمان هيكون هو مستقبل للقبيلة. وللسبب ده
قررت إن أبدأ أول مهمة تجارية فعلا، وطلبت من العجوز صاحب القرون وكل فريق الصيد إنهم يطلعوا للقبيلة الغربية وياخدوا معاهم جرة مية وكمان وعاء طبخ، وياخدوا معاهم كمان 3 أطباق فخارية. جرة المية مقابل 2 ستات بالغين، أما وعاء الطبق فمقابل ولدين شبه بالغين، أما الأطباق ال3 فتتبادل مقابل الملح، ولو مفيش ملح يجيبوا بنات صغيرين. وفورا انطلقت المجموعة، والقبيلة اللي رايحين لها كانت أكبر شوية من قبيلتنا، فيها حوالي 80 أو 90 شخص. وأول ما وصلوا زعيمهم بالد كاب خرج عشان يستقبلهم، لأن القبيلتين كانوا بيبادلوا التجارة قبل كده. والعجوز أول ما طلع الطبق الفخاري من إيده واداها له، أول ما لمسه عيون الزعيم لمعت فورا، لأن الطبق كان ناعم وخفيف جدا بالمقارنة بالأحواض الحجرية التقيلة اللي عندهم. وعلى طول طلب كيس صغير من بلورات الملح وتقدم للعجوز، لكن العجوز بيهز راسه وقال إنهم محتاجين أكتر، وكمان عايزين يتبادلوا مقابل الناس. في اللحظة دي أوكس طلع جارة المية، والزعيم حرفيا اتصدم. والجرة كانت ضخمة وخفيفة وتحفظ كمية كبيرة جدا من المية من أي وعاء تاني عندهم. لكن الزعيم اتردد واداله 2 ستات بالغتين مقابل جرة واحدة بس، وكان القرار صعب خصوصا في موسم جمع الطعام. لكن في النهاية وافق وهو مبتسم، وبالنسبة له تقليل عدد السكان معناه استهلاك أقل للأكل. وبعد دقايق جابوا له 2 ستات كمان رفيعين. الأخت الكبيرة كانت شايلة طفل صغير عريان تقريبا، وعينه كانت مقفولة ووشه محمر بشكل مخيف، كان واضح عليه إن الولد مريض. وهنا زعيم القبيلة قال باستهانة: خدوا الطفل ده كمان بالمجان معاكم. والعجوز بص عليهم لكنه ما قالش أي حاجة، وبعدها طلع وعاء الطبخ والأطباق المتبقية. في البداية الزعيم رفض إنه يبادر عليهم، لكن العجوز نفذ الخطة اللي أنا قلتها له الصبح، وبدأ يطبخ شوية شوربة لحمة داخل الوعاء الفخاري. ومع أول ريحة طلعت من الشوربة القبيلة كلها بدأت تسير ريقها، والزعيم خد طبق مليان شوربة وكمان معاه قطعة لحمة وجربه بحذر. وأول ما دقه اتجمد في مكانه، الطعم بالنسبة له كان معجزة، شوربة دسمة بطبقة دهنية فوقها وكمان لحمة طرية بتدوب في البق. في اللحظة دي بدأ يصيح فورا: احنا لازم نتبادل بأقصى كمية. وفعلا سلمهم أكبر عدد من الناس، وكمان اداهم كيس ضخم مليان ببلورات ملح، لدرجة إن شنطة أوكس اتملت بالكامل بالملح. وهنا العجوز بدأ يهز راسه بيعبر عن الرضا الكامل. وبعدها المجموعة بدأت رحلة الرجوع، راحوا 7 ورجعوا 16 شخص، صفقة واحدة بس كانت أفضل من يوم كامل من الصيد. لكن الصدمة الحقيقية كانت لما الناس الجداد وصلوا قبيلتنا. أول ما دخلوا ساحة الكهف اتجمدوا مكانهم 4 جرار مية و4 أواني طبخ وكومة ضخمة من الأطباق الفخارية كانت مرصوصة قدام عينيهم. وفلينت كان قاعد جنبهم وهو مبتسم من شدة السعادة. وفي ناحية تانية مئات السمكات متعلقة وبتنشف، أما الستات كانوا بيضحكوا بسعادة لأن بقى عندهم أكل محفوظ كتير. والناس الجداد اتصدموا أكتر، الحاجات اللي قابلتهم بتعتبرها كنوز نادرة هنا موجودة بكميات. أما العجوز فجاب الناس الجديدة قدامي، كانوا عبارة عن 8 بالغين وطفل صغير، وبصيت عليهم واحد واحد، كلهم كانوا ضعاف جدا والجوع باين عليهم، عبارة عن هياكل عظمية مش أكتر. لكن ده ما كانش يهمني، ومع الأكل اللي عندنا شتاء واحد كان كفاية يخليهم يستعيدوا قوتهم. وفي النهاية وقفت قدام الست اللي شايلة الطفل. الطفل كان جسمه مولع من السخونية، ولمست جبينه كان الطفل سخن جدا. وعلى طول دخلتهم الكهف ولفتهم بجلد حيوان قريب من النار. لكن المشكلة كانت خطيرة، مفيش أدوية عندي. فجأة افتكرت طريقة قديمة جدا لتخفيف الحمى، وهي القشط العلاجي. وحطيت شوربة سمك على النار، وبعدها كسرت قطعة صغيرة من منقار الوحش الضخم اللي قتلته قبل كده. والأم كانت مرعوبة ومش فاهمة أنا بعمل إيه، كانت فاكرة إن ممكن أتخلص من ابنها لأنه مريض. لكن بهدوء أخدت الطفل وبدأت أشق جسمه بقطعة العظام لحد ما ظهرت الخطوط الحمراء على جلده، والطفل بدأ يئن من الألم. لكني كملت، وبعدها رجعته لأمه وأكلته شوية شوربة سمك بالمعلقة. وأول ما ده الأكل بدأ يبلع بسرعة، وساعتها بدأت ألقط نفس أنا كمان، لأن طالما قدر ياكل يبقى خلاص عنده أمل إنه يعيش، ولو جسمه قدر يعرق وينزل الحرارة كده يقدر يعيش فعلا. وهنا أخيرا الأم بترتاح، وبعد يومين من الأكل بطنها بدأت تصوت من الجوع تاني، وبسرعة اديتها طبق شوربة وكمان قطعة سمك كبيرة. وبعدها أخدت الطفل ولفته بشكل كويس جدا بجلد الحيوانات. وبدأت أفكر وأنا قلقان، كده مشكلة الأكل بدأت تتحل، لكن لسه في مشكلة: الملابس. ولو عايز أوفر جلود تكفي الكل لازم نصطاد حيوانات أكبر، لكن بالأسلحة الحالية الموضوع ده شبه مستحيل. في اللحظة دي أقسمت لنفسي قبل الشتاء ما يوصل كل شخص موجود في القبيلة هيكون عنده ملابس. وبعد ما الكل خلص أكله الطفل الصغير صحي أخيرا، كان غرقان عرق والحمى بدأت تنزل. ورجعت الأم مرة تانية وربطت شعره الصغير لأعلى، وبعدها اديته اسم جديد سبروت. والأم فرحت جدا بشكل ما يتوصفش،
وكأن ابنها اتولد من جديد. أما الأم فكانت فرحانة بشكل ما يتوصفش. الزعيم الجديد للقبيلة مش بس أنقذ ابنها، ده كمان ربط شعره بنفس الطريقة بتاع باقي أفراد القبيلة، وكأن الطفل بقى واحد منهم بشكل رسمي. وبعد ما خلصت الموضوع ده بدأت أجهز الأسلحة الخاصة بتاعتي، واخترت عصاية مستقيمة وقوية، وربطت في طرفها سن رمح صنعته من عظمة الساق اللي كانت بتاعة الوحش الضخم اللي قتلته قبل كده. وبالشكل ده اتولد أول رمح عظمي حقيقي في القبيلة. وبعدها كسرت أجزاء من منقار الوحش وصنعت منها سكينة قصيرة وحادة. أما باقي العظام والمواد فاديتها لفلينت، وكل ده عشان يصنع منها لنفسه سلاح. في الوقت الحالي كل معداتي كانت عبارة عن رمح وسكينة فقط، وأي حاجة جديدة كان لازم أعملها بإيدي أنا من الصفر. وفي صباح اليوم التاني وبعد ما الكل صحي بدأت أوزع المهام من جديد، وفلينت هيكمل صناعة الفخار، لأن لازم كل شخص يبقى عنده طبق ووعاء خاص بيه. والستات ساعتها اتقسموا لفريقين، فريق بيقدر يجمع الفاكهة والجذور، وفريق بيقدر يصطاد السمك. أما الأطفال فبعضهم فضل يساعد داخل القبيلة. لكن النهاردة كان يوم مختلف بالنسبة لي. أنا شخصيا هقود فريق الصيد، فريق الصيد الكامل، ومعايا الطفلين التابعين ليا بشكل دائم، وسميتهم تشيرب وسكيب، وكمان الأخوين الجداد ريد وبروك. وبقينا دلوقتي 11 شخص. ومع شروق الشمس داخل الغابة أول ما توغلنا جوه كل رجل بالغ بدأ يتحرك لوحده للصيد. أما أنا فأخدت الأطفال الأربعة معايا، كانوا شايلين حقائب وحبال عشبية عشان يقدروا يساعدوني بيها. والغابة دي كانت ضخمة جدا بشكل مرعب، وأغلب الأشجار كانت مليانة مكسرات، وطول الشجرة الواحدة كان بيتجاوز 30 متر، وجذوعها كانت سميكة بشكل مستحيل. وهنا المكسرات كانت مرمية على الأرض في كل مكان، وطيور ضخمة بتتحرك على الأرض بتدور على أكل. لكن أنا ما اصطدتش أي حاجة في البداية، والصياد الحقيقي كان لازم في الأول يفهم أرض الصيد بتاعته عاملة إزاي. وبعد شوية وأنا ماشي على الأرض اكتشفت وجود آثار ضخمة لقدم خنزير بري ضخم على الأرض. ومن شكل الآثار فهمت إنهم عبارة عن مجموعة كاملة، لكن حجم الطبقات كان مرعب جدا. الحيوان الواحد كان تقريبا ممكن يعدي ال1000 كيلو. وبدأت أتحرك بحذر لحد ما طلعت فوق مرتفع صخري، وهناك أخيرا شفتهم. كانوا واقفين قدامي قدام نهر المية اللامع، وقدام المية وقفت مجموعة خنازير عملاقة تشرب، وكانوا مكونين من ذكر ضخم جدا بيقود القطيع وزنه ممكن يوصل لحوالي 1500 كيلو، ورا منه 3 إناث وأكتر من 10 خنازير صغيرة. وبدأت أفكر إن الهجوم المباشر عليهم يعتبر انتحار، ولازم أعمل ليهم فخاخ. وانسحبت بهدوء شديد ورجعت الغابة. في الوقت اللي الأطفال كانوا فيه مرعوبين من حجم الوحوش دي بدأت أجهز الفخاخ لوحدي، وباستخدام الحبال العشبية قدرت أصنع بعض الفخاخ اللي تقدر إنها تلف على الأرجل بشكل تلقائي، وربطت أطرافها بأشجار ضخمة. وأول ما الحيوان بيدخل برجله الحبل بيشد عليه أكتر كل ما يقاوم. وللأمان خليت الأطفال كلهم يطلعوا فوق الأشجار. ودلوقتي كان ناقص حاجة واحدة بس، أجبر القطيع إن هما يجري ناحية الفخاخ. ولفيت فعلا حوالين الجدول وغطيت جسمي بالطين، ومسكت غصنين فوق راسي. وبعدها فجأة خرجت من بين الشجيرات وأنا بصرخ بأعلى صوتي. وهنا الخنازير العملاقة اتفزعت فورا، واضح إن عمرهم ما شافوا مخلوق بالشكل ده. والقطيع كله جري ناحية الغابة، وأنا جريت ورا منهم وأنا بصرخ. وفجأة صرخات ألم مرعبة دوت من قدام. ولما وصلت لمنطقة الفخاخ لقيت الذكر الضخم وأنثى كبيرة واقعين في الأرض، والحبال كانت على وشك إنها تنقطع من قوة مقاومتهم. ومسكت الرمح العظمي واقتربت بحذر، ولما فتحت بق الوحش كان بيصرخ، وغرست الرمح بكل قوتي جواه. وهنا سن الرمح بيخترق رقبته، والدم انفجر كأنه نافورة. وبعد لحظات طويلة الوحش العملاق أخيرا وقع بلا حركة. وقفت أتنفس بصعوبة وأنا بحاول أستوعب إن إحنا اصطادنا وحش وزنه حوالي أكتر من 1500 كيلو. لكن بعدها ظهرت المشكلة الحقيقية، إزاي 5 أطفال هيشيلوا الوحش ده للقبيلة؟ وبصيت للخنزير اللي كان لسه عايش جنبنا. فجأة جات لي فكرة، ربطتها في شجرة كويسة وقفلت بقها بالحبل، وبعدها ربطت حبلين من رجلين الأماميتين. وفي النهاية ربطت جثة الذكر الضخم بجسمها، وبقيت أقودها من مناخيرها. لكن شرب وسكيب كانوا ماسكينها من رجليها. أما الأخين الباقيين فكانوا ماشيين بالعصاين ورا مننا للحماية. والمشهد كان غريب جدا، لكن في الآخر الخطة نجحت. وبعد رحلة طويلة وسط الغابة أخيرا ظهر الكهف من بعيد، وأول شخص شافنا كان عبارة عن طفل بينظف الحشائش قدام الكهف، وبدأ يصرخ بأعلى صوته. وفي ثواني القبيلة كلها خرجت عشان تتفرج، لكن محدش كان يجرؤ إنه يقرب من الوحش الضخم. وناديت على فلينت وطلبت منه يجيب جرة كبيرة وفيها مية وملح، وحفرت حفرة صغيرة في الأرض وحطيت جرة المية جواها بحيث تكون الحافة ظاهرة من الوش. وبعدها الكل مسك الخنزير وأنا غرست السكين في رقبتها، والدم بدأ يندفع بغزارة، وكل نقطة نزلت داخل الجرة بدون ما تضيع. ولما الجرة اتملت ضفت شوية مية وملح وقلبتهم، وبعد ساعات هيتحول لطبق دم مطبوخ لذيذ للشوربة. أما الجلد فكان ممتاز لصناعة الأحذية والحقائب، وتحت الجلد مباشرة كان في طبقة دهنية ضخمة جدا حوالي 4 صوابع كاملة. كنت ناوي إن أنا أسيحها بالنار،
وحولها لدهن صالح للطبخ. وتقريبا كل جزء من الحيوان كان قابل للأكل أو الاستخدام. حتى العظام الكبيرة كنا هنقدر نحولها لأسلحة. وقضينا اليوم كله نجهز الوحشين العملاقين، وكان شغل مرهق جدا، لكن النتيجة فعلا كانت تستاهل. ورفوف حفظ اللحوم المدخنة اتملت بقطع اللحم، وجرة كاملة مليانة دم مطبوخ، وكمان 3 جرار مليانة دهن أبيض نقي. والأطفال كانوا بيضحكوا وهم بياكلوا قطع جلد الخنزير المقرمشة. وحتى الطفل الصغير سبراوت كان بياكل بسعادة. وفي المساء فلينت فتح الفرن وطلع الفخار الجديد. وفي نفس الوقت فرق الصيد والجمع رجعت. فريق الصيد جاب طيور ضخمة، وكمان معاه تعابين وبيض وسناجب ومكسرات. أما فريق السمك فرجعوا معاه مئات الأسماك. لكن أكبر مفاجأة كانت عبارة عن ميبل، البنت اللي كانت بتقود فريق الجمع. اكتشفت نوع جديد من الجذور كان طعمها حلو جدا، ولما بتقطع الجذر بيطلع منه سكر طبيعي لونه ذهبي. وعلى طول فهمت إن إحنا لو جمعنا كمية كبيرة ممكن نصنع سكر حقيقي. وهنا بدأت أشكر في ميبل وفي شغلها قدام الجميع. والكل كان واقف سعيد جدا ساعة العشاء. لكن العجوز صاحب القرون كان وشه متغير تماما، وفجأة مسك غصن شوكي كان مليان بالأشواك الحمراء، وبدأ يطارد ميبل ويضربها. ومن ذكريات الجسد الأصلي عرفت إن الغصن ده أداة عقاب عند القبيلة، وما بيستخدموش إلا للجرائم الكبيرة. وجريت فورا ووقفته وسألته أنت ليه بتعاقبها؟ والعجوز قال إن الجذور دي عبارة عن طعم الشجرة ملعونة، وأي شخص بياكلها الشجرة دي هتلتهمه. وأنا طبعا ما صدقتش الكلام ده، لكني قلقت أحسن تكون فعلا الجذور سامة أو حتى مسببة للإدمان. وعشان كده طلبت من الكل إن يتوقف عن أكلها فورا. أما أنا طولت الليل ففضلت صاحي عشان أراقب جسمي وأشوف أي أعراض جانبية هتحصل لي. لكن كويس ما حصليش أي حاجة. وفي الصبح بدأت أوزع المهام كالمعتاد. لكن المرة دي سبروت ومعاه والدته راحوا مع فريق السمك، وأنا أخدت 4 أطفال وانضمينا لفريق الجمع. كنت عايز أشوف بنفس الشجرة المرعبة اللي العجوز حذر منها، ومكانها كان عميق جدا داخل الجبل اللي كان موجود ورا الكهف. واتصدمت لما رحت لأن المنطقة هناك كانت مختلفة تماما عن الغابة. الأشجار العالية كانت قليلة، لكن الشجيرات كانت كثيفة، وأشجار الفاكهة كانت منتشرة في كل مكان. وفي الطريق حصلت على اكتشاف خلاني شبه هطير من الفرحة. عبارة عن فلفل حار، وكان في شجيرات مليانة فلفل أحمر لامع مستخبي في وسط النباتات. والقبيلة ما كانتش بتاكله لأن طعمه الحار بالنسبة لهم معناها إنه سام، لكن بالنسبة لي أنا ده كان عبارة عن كنز. وفورا أمرت الأطفال ال4 إنهم يركزوا طول اليوم على جمع الفلفل فقط. وبعدها كملت طريقي مع فريق الجمع. وبعد ما عدينا تل صغير ظهر قدامنا حوض ضخم أشبه بمقابر جماعية، عبارة عن عظام حيوانات خضراء اللون كانت مرمية في كل مكان. وفي وسط المكان ده كان في شجرة عملاقة غريبة جدا، طولها حوالي 60 متر. وشكل الجذور اللي حوالين الشجرة كان غريب جدا، وكأنها متعمدة تعمل ممر يجذب الحيوانات ناحية جذع الشجرة العملاق. ومن أول نظرة إحساس العسكري قال إن الاقتراب من مركز المكان ده هيكون خطير جدا. لكن فضولي عندي كان أقوى، لأن أنا كنت واثق إن عندي قدرة إن أهرب، وخصوصا لو حصل أي شيء خطر. فبدأت إنها أتقدم بحذر، لكن كل خطوة كنت باخدها كنت عامل حسابها. كنت بجس الأرض قدامي بالرمح العظمي لحد ما وصلت المنطقة تحت ظل الشجرة. وبشكل مباشر فجأة كل حواسي اشتغلت مرة واحدة، وإحساس الخطر اللي كنت بحسه زمان في المهمات العسكرية رجع لي بقوة. ومن غير تفكير سحبت الرمح بسرعة ورجعت للخلف بنفس الطريق اللي جيت منه. في اللحظة دي بالظبط صوت اختراق الهواء مرعب دوا في المكان. أكتر من 10 أشواك ضخمة طول الواحدة تقريبا يقرب من متر نزلوا من فوق بسرعة رهيبة، واخترقوا الأرض في المكان اللي كان فيه الرمح. وكل شوكة منهم كانت سميكة وحادة، ومن طرفها كان فيه زهرة بيضة صغيرة. وقتها فهمت دي مش مجرد شجرة، ده فخ قاتل حي. لكن بدل ما أخاف أنا اتحمست، وفكرة قديمة خطرت في بالي فورا، قصة استعارة السهام بالقوارب. وأخدت السلة اللي نسجتها وربطت فيها حبل طويل، وبعدها رميتها تحت الظل بتاع الشجرة. وفجأة الأشواك العملاقة انطلقت كلها واخترقت السلة. وبدأت أكرر الحركة دي أكتر من مرة ورا بعض لحد ما جمعت حزمتين كبار من الأشواك القاتلة. وبالنسبة ليا دي كانت عبارة عن سهام طبيعية جاهزة للحرب. وقبل ما نرجع قلت للستات إن الجذور دي صالحة للأكل بشكل طبيعي، لكن ياخدوا منها من الأطراف الخارجية فقط، وما يقربوش من مركز الشجرة أبدا. وفي طريق الرجوع بدأت أجمع شتلات مستقيمة من نفس المنطقة، كان سمكها حوالي 3 سنتي وطولها ممتاز لصناعة الرماح. وناديت على الأطفال ال4 اللي كانوا بيجمعوا الفلفل، وشلنا الشتلات ورجعنا بيها للقبيلة. وأول ما وصلنا الأطفال اتجمعوا عشان يتفرجوا على اللي جبناه، لكن الستات الحوامل بصوا للحاجة دي وكأنها عديمة الفائدة. الفلفل بالنسبة لهم ما كانش أكل، أما العصا الرفيعة كانت لمجرد قتل الحيوان. لكن ده ما أثرش فيا أبدا. وباقي اليوم كرست لتطوير الأسلحة. والأشواك الشيطانية بعد ما قشرتها لقيتها صلبة جدا ورفيعة شبه أشواك السمك الضخمة تقريبا. ولو اتحولت لسهام هتبقى عبارة عن سهام تقيلة وقوية جدا. وصحيح مداها هيقل شوية، لكن قدرتها على الاختراق هتكون مرعبة. أما شتلات الخشب فكانت صلبة
وكل اللي محتاجها إن أحرق الأطراف بالنار وأسنها. وبالفعل بقت مثالية جدا لصناعة رماح بيضاء طويلة. وطبعا خليت الأطفال الأربعة يتولوا مهمة سن الرمح. وفي المستقبل كنت ناوي أخلي كل فرد في القبيلة يمتلك واحد من دول، لكن كان ناقصني أهم سلاح وهو القوس. وفي الظروف الحالية كان الخيار الوحيد المتاح بالنسبة لي هو عبارة عن قوس طويل صعب جدا في التصنيع، وكان ضخم، كان قوته كانت مرعبة. وصناعة القوس كانت محتاجة نوع خشب معين، وافتكرت إن الغابة اللي صادنا فيها الخنازير كانت مليانة بالخشب المطلوب. لكن الحقيقة إن أهم حاجة كنت مهتم بيها دلوقتي ما كانتش الخشب، كانت نبات الصبار اللي اكتشفتها أثناء الصيد. ألياف الصبار كانت ممتازة جدا للحبال، وكمان كان ممكن تعمل نسيج قماش ممتاز، وهيكون أقوى بكتير من جلود الحيوانات من ناحية التحمل. لكن الأهم عصارة الصبار نفسها اللي بتقدر تعالج الجروح وتقدر تقلل الالتهابات، وكمان بتساعد على خفض الحرارة. وقتها بدأت أخطط إن السنة الجاية هزرع كمية ضخمة جدا من الصبار، وساعتها أفراد القبيلة هيكون عندهم ملابس حقيقية، وعدد الوفيات بسبب الجروح والالتهابات هيقل. وفي اليوم التاني رجعت لغابة الخنازير، وهناك لقيت حظي ممتاز، شجرتين مناسبين جدا لصناعة الأقواس، كانوا واقعين بالفعل وناشفين بشكل طبيعي. وقضيت يوم كامل وأنا بجهز الفؤوس وسكاكين حجرية، وكمان أقطع وأنحت في الخشب. وبعد تعب يوم طويل أخيرا صنعت قوس طوله حوالي متر ونص. وبعد يوم إضافي من التعديل والتنعيم القوس بقى جاهز. وتر القوس صنعته من ألياف نباتية قوية. أما السهام فكانت من الأشواك الشيطانية، وريشها من ريش الوحش الأزرق اللي قتلته. وصنعت أكتر من 200 سهم دفعة واحدة. وبعد يومين جمعت القبيلة كلها في الساحة، وعلى بعد 30 متر علقت أهداف من القش وعليها سنجاب صغير اصطادناه النهارده. وفي البداية وريتهم الرمح الجديد، ورميت الرمح بقوة واخترق الهدف بالكامل من مسافة بعيدة. وبعدها بدأت أشرح لهم القتال القريب بالرمح، والقبيلة كلها كانت منبهرة، لأن دلوقتي فهموا بس إن كل شغل الأيام اللي فاتت كان عشان أصنع الأسلحة. ووزعت رمح على كل شخص تقريبا. أما أعضاء فريق الصيد فكل واحد أخد 3 رماح، 2 للرمي وواحد للقتال القريب. وحتى المراهقين هم كمان كل واحد فيهم طلبت منه بشكل يومي إنه يتدرب على رمي الرماح بجانب تنظيف الأرض. والرماح البيضة الجديدة كان شكلها كان مهيب جدا، والكل كان بيحافظ عليها كأنها كنز. وبعدها طلعت القوس، وقفت على بعد حوالي 100 خطوة، وضربت 5 سهام متتالية كلهم أصابوا السنجاب بدقة. وهنا الجماعة بيتصدموا، الناس قربوا بسرعة وهم عايزين يلمسوا السلاح، لكني اكتفيت بالاستعراض فقط. القوس كان صعب جدا في التصنيع حاليا، ومش جاهزين ان احنا نصنع كميات. وبعد نجاح مشروع الأسلحة بدأت أشتغل على الأحذية، وكمان جلود الخنازير السوداء بعد الدباغة بقت قوية جدا ومرنة بشكل ممتاز. ولأن الجلود محدودة بدأت أصنع لنفسي حذاء كامل من جلد الخنزير. أما بقى أفراد القبيلة فعملت لهم أحذية بقاعدة قوية جدا من جلد الخنزير، والباقي من فراء الحيوانات الصغيرة. أما الولد سباروت فأنا صنعت له الحذاء بنفسي، كان طويل لحد الركبة ومليان فرو ناعم من الداخل يخليه دافي بشكل كامل. والطفل الصغير بقى يمشي يستعرض الحذاء قدام الجميع كل يوم بفخر. لكن مع الوقت مخزون الجلد الصغير خلص بالكامل، والجو بدأ يبرد أكتر. ودلوقتي موضوع الملابس بقى أزمة حقيقية. وبما إن الفخار بقى مستقر اديت لفلنت مهمة جديدة، صناعة الطوب. ولو قدرنا إن احنا نصنع كمية كافية نقدر إن احنا نبني أفران أكبر، أو حتى بيوت وأسوار حقيقية تحمينا. أما الأطفال فكانوا بينضفوا الأرض، وكانوا تقريبا خلصوا المهمة بتاعتهم. والمساحة قدام الكهف بقت واسعة جدا وجاهزة للبناء أو الزراعة، لكن كان ناقصنا البذور المناسبة. وحاليا الحاجة الوحيدة اللي نقدر نزرعها كانت الفلفل. يا ترى البطل بتاعنا هيقدر يخلي القبيلة بتاعته عبارة عن إمبراطورية قوية ولا لأ؟ وهينجح في تحقيق أحلامه ولا في حد هيعارضه؟ كل ده هنشوفه الفيديو الجاي. مش انسى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. تعليقك الحلو بيفرحني. في الختام سلام. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper.